عليكم. دلوقتي هشرح ازاي احط الملف الصوتي بتاعي او اي ملف عموما على جوجل درايف وابعته لحد علشان يستقبله مني وينزله بكل سهولة. كل اللي هعمله ان انا هفتح المتصفح بتاعي وافتح جوجل درايف او اكتب على جوجل اللي هو البحث جوجل درايف، هو هيجيب لي الموقع بتاع جوجل درايف. ولو احنا مش عاملين اكونت عليه ممكن نعمل اكونت سهل جدا، هو هيقول لك الخطوات. المهم دلوقتي ده جوجل درايف بتاعي انا. فانا مثلا عايز احط الملف الصوتي او الصورة او ايا كان، يعني عايز احطه هنا. فكل اللي هعمله ايه، هروح اجيب الصورة او الملف الصوتي مثلا فلتكن دي، هجيبها كده واسحبها عادي جدا واسيبها في المكان ده. او اي فايل انا عامله، مثلا انا عامل فايل مثلا هنا اسمه ABC، عامل فايل ماي ووركس اي حاجه، فانا هسيبها بره عادي. اعمل كده الاقي هنا ايه، بيحمل less than a minute left. تمام، هنا هيحمل شويه كده. هو حمل، بعد ما بيخلص يا اما بتظهر لي هي هنا يا اما بتظهر لي هنا، فهدوس عليها هنا ظهرت لي الصوره اهي. فكل اللي هعمله هطلع فوق هنا عند الثلاث نقط دول more actions، وهدوس share، وبعدين هدوس get shareable link علشان لما تبعت اللينك دوت لأي حد يقدر يفتحه، مش يقعد يبعت لك ريكوست وبعدين يا تقبل يا ما تقبلش وتعطيل يعني. فكل اللي هعمله هدوس get shareable link، anyone with the link can view، لازم اتأكد من دي. وبعدين هدوس copy link واروح لأي حد، يعني مثلا أي حد عايز ابعت له اللينك ده ادوس كنترول في، او اللي هو يعني كليك يمين وبيست، بقى عندي هنا الايه، اللينك بتاع الفايل بتاعي ببعته واي حد يقدر يتفرج عليه او ينزله بكل سهولة.